مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار النادي الاهلي اليوميه من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يواصل تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش استعدادات لمواجهه يانج افريكانز التنزاني في الجوله الثالثه من دور المجموعات بدوري الابطال. ويغيب عن تدريبات الاهلي اليوم اللاعبين الدوليين بعد حصولهم على راحه سلبيه لمده 48 ساعه من جانب الجهاز الفني للاهلي من اجل التقاط الانفاس بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبنا الوطني، وذلك على ان ينتظموا في تدريبات الاهلي الجماعيه بدايه من يوم الاربعاء المقبل لبدء التحضير والاستعدادات مع بقيه الفريق بالكامل لمواجهه يانج افريكانز التنزاني يوم الجمعه القادمه. تحفظات كبيرة من جانب البعض داخل الأهلي على مستوى كيفن مونزيالا الذي يلعب في أحد أندية الدرجة الثانية في هولندا والمرشح بقوة على طاولة النادي لتدعيم مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الحالية. والبعض يؤكد بأن اللاعب ليس بالبروفايل المطلوب من جانب الجهاز الفني للأهلي ولم يكن بالقوة المطلوبة للنادي، خاصة وأن هناك تحفظات كبيرة أيضا من جانب الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدنماركي يسترب على إمكانيات وقدرات اللاعب وعن فكرة انضمامه للأهلي، وهو ما جعل الأهلي يتراجع عن الصفقة بسبب تحفظات الجهاز الفني والبعض داخل النادي خوفا من عدم تقديم الإفادة المطلوبة لرغبة الأهلي القوية بالتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي خلال فترة الانتقالات الحالية. مصدر يؤكد بأن يوسف بالعمري ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي أبلغ مسؤول الأهلي بالوصول للقاهرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك لخضوع الفحوصات الطبية تمهيدا للتوقيع بشكل رسمي مع الأهلي والإعلان عن الصفقة خلال الأيام القادمة. وتواصل مستمر من جانب مسؤول الأهلي مع اللاعب من أجل التنسيق الكامل بشأن وصوله للقاهرة. شركة تذكرة تطرح تذاكر مباراة الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بدور الأبطال بأسعار تبدأ من 75 جنيه وتصل ل 750 جنيه، وإقبال ضعيف جدا من جانب جماهير الأهلي حتى الآن على شراء التذاكر بسبب إقامة المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط أجواء باردة جدا. يسترب المدير الفني للأهلي بلغ مسؤول النادي برغبته القوية بالاعتماد بشكل كبير على يوسف بالعمري مع الفريق في مباراة يانج أفريكانز التنزاني بدور الأبطال، ويطالب مسؤول الأهلي بضرورة إنهاء كل الأمور المتعلقة بقيد اللاعب في قائمة الفريق الإفريقية حتى يكون متواجد مع الفريق في لقاء يانج أفريكانز التنزاني، وذلك لعدم امتلاكه ظهير أيسر جيد مع الفريق وظهور أحمد نبيل كوكا بمستوى متواضع مع الأهلي في المباريات مؤخرا. ومصدر يؤكد بأن يسترب أكد لمسؤول الأهلي رغبته القوية بضرورة الاستعجال في وصول يوسف بالعمري للقاهرة حتى يتم تجهيزه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم الجمعة القادمة. الأهلي يغلق بيبانه أمام رحيل إمام عاشور لأحد الأندية الخليجية بعدما تلقى النادي عدة مغريات مالية ضخمة مؤخرا من أحد الأندية الخليجية من أجل الحصول على خدماته. ومصدر يؤكد بأن الأهلي تلقى عدة عروض واستفسارات من جانب بعض وكلاء اللاعبين لمعرفة موقف الأهلي من التخلي عن خدمات إمام عاشور في الوقت الحالي. ويؤكد بأن الأهلي أغلق باب المفاوضات أمام رحيله لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته لرغبة يسترب القوية باستمراره مع الفريق لكونه أحد أهم الركائز الأساسية مع الأهلي. ويؤكد أيضا بأن الأهلي لم يفرط في أحد من القوام الأساسي خلال فترة الانتقالات الحالية لرغبة النادي القوية بالمنافسة على كل البطولات المحلية والإفريقية واستعادة لقب دوري الأبطال مجددا، وأن ما تم تداوله في الساعات الماضية عن وجود نية لدى الأهلي بالتفريط في خدمات إمام عاشور مقابل الاستفادة منه ماليا بشكل كبير لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية. ويؤكد بأن الأهلي لم يفرط في أحد من القوام الأساسي للفريق مهما تلقى النادي مغريات مالية ضخمة من أجل الحصول على خدمات أحد لاعبين من القوام الأساسي. الأهلي يستعد لإجراء محاولات أخيرة مع أليو ديانج من أجل تجديد تعاقده مع الفريق لرغبة يسترب القوية باستمراره مع الأهلي خلال المرحلة القادمة، وذلك بعدما تمسك اللاعب بالرحيل عن الأهلي بعدما تلقى عرض من أحد الأندية الأسبانية من أجل الحصول على خدماته. ومصدر يؤكد بأن هناك جلسة حاسمة منتظرة الساعات القادمة من جانب الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي مع أليو ديانج لمحاولة إقناعه بالتجديد والاستمرار مع الأهلي، خاصة وأن يسترب المدير الفني للأهلي طالب مسؤول
النادي بضرورة بذل أقصى ما لديهم لمحاولة إقناع أليو ديانج بالتجديد والاستمرار مع الفريق لكونه أحد أهم الركائز الأساسية بالنسبة له في المباريات. اتجاهات قوية في الأهلي بالإبقاء على أليو ديانج وعدم التفريط في خدماته في الوقت الحالي في حال رفض التجديد مجددا مع الأهلي خلال الجلسة الأخيرة المنتظرة من جانب الكابتن وليد صلاح الدين مع اللاعب الساعات القادمة، وذلك بعدما تمسك يسترب بشكل كبير بالإبقاء عليه حتى نهاية الموسم وعدم التفريط في خدماته في الوقت الحالي في حال رفض التجديد مع الأهلي. أحمد شوبير يؤكد بأن الأهلي لن يتخلى عن خدمات جراديشار إلا في حال تعاقد النادي مع مهاجم أجنبي آخر، ويؤكد بأن يسترب طلب مهاجم أجنبي أعلى من حيث الإمكانيات، وفي حال عدم قدرة مسؤول الأهلي على ضم مهاجم أجنبي سيبقى جراديشار مع الفريق بجانب محمد شريف ومروان عثمان المنضم حديثا من نادي سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب الذي سيبقى هو الآخر مع الأهلي حتى نهاية الموسم. ويؤكد بأن هناك ثنائي تحت السن على دائرة الأهلي وهو مصطفى قبيل لاعب نادي أربيل العراقي وعودة الفخوري لاعب نادي الوحدات الأردني، وأكد بأن مفاوضات الأهلي لضم الثنائي أصبحت في مرحلة متقدمة ولا يتبقى فقط إلا الاتفاق على طريقة سداد قيمة الصفقة، خاصة وأن الثنائي أنال إعجاب كبير من جانب المسؤولين بالأهلي بإمكانياتهم وقدراتهم على تقديم الإضافة المطلوبة منهم مع النادي. ويؤكد بأن الأهلي أنهى كل اتفاقياته مع نادي بتروجيت من أجل الحصول على خدمات مدافعه هادي رياض خلال فترة الانتقالات الحالية، وأن الأهلي في الوقت الحالي بيضع اللمسات الأخيرة على صفقة هادي رياض مدافع بتروجيت بعدما أنهى مسؤول الأهلي كل اتفاقياتهم مع اللاعب وإدارة ناديه. طارق مصطفى نجم المنتخب السابق يؤكد بأن الكابتن حسام حسن مدرب منتخبنا الوطني يستحق قيادة المنتخب في كأس العالم، ويرى بأن محمد صلاح وتريزيجيه لم يظهروا بمستواهم المعتاد والحقيقي مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأشاد بقوة بمستوى محمد هاني وظهوره بشكل مميز مع المنتخب خلال البطولة وأنه تفاجأ بمستوى محمد هاني مع المنتخب، ويرى أيضا بأن الكابتن حسام حسن غير مقتنع بإمكانيات مصطفى محمد وقد يؤثر على اللاعب فنيا بشكل كبير. تقارير صحفية تؤكد بأن بيراميدز مهتم بقوة بالتعاقد مع حمدي فتحي خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما علمت إدارة النادي السماوي عن تواجد بعض الخلافات مع اللاعب وإدارة نادي الوكرة القطري، وتؤكد بأن إدارة بيراميدز تستعد لتقديم عرض قوي ومغري لحمدي فتحي من أجل إقناعه باللاعب والانضمام لهم خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن إدارة بيراميدز طلب أن حمدي فتحي أفضل الخيارات لتدعيم خط الوسط في الوقت الحالي بعدما تألق اللاعب بشكل كبير مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية. الأهلي يحصل على خدمات أحمد عيد رسميا من نادي المصري البورسعيدي بعدما أنهى مسؤول الأهلي كل الاتفاقيات بشأن الأمور المالية والتعاقدية مع إدارة نادي المصري البورسعيدي من أجل إتمام الصفقة، وذلك بعدما وافق يسترب على التعاقد مع اللاعب وضمه للفريق خلال المرحلة القادمة بعدما رحل عمر كمال عبد الواحد عن الأهلي. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن أحمد عيد سيتم قيده في قائمة الفريق الإفريقية والمحلية غدا لكي يكون متاح مع الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني بدور الأبطال. نادي يانج أفريكانز التنزاني يختم مبارياته في الدوري التنزاني بالفوز على أحد الفرق التنزانية بسداسية نظيفة قبل مواجهة الأهلي بدور الأبطال، ومطالب أهلاوية بعدم الاستهانة بقدرات المنافس واعتبار هذا الفوز رسالة قوية على أن الفريق التنزاني ليس منافس سهل وسيلعب على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في القاهرة. مروان عثمان غادر معسكر نادي سيراميكا كليوباترا اليوم لإتمام إجراءات انضمامه للأهلي بشكل رسمي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، واللاعب سينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء إجراءات انضمامه للأهلي بشكل رسمي بعدما أنهى مسؤول الأهلي كل الاتفاقيات مع نادي سيراميكا كليوباترا من أجل إتمام الصفقة. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.